السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ وصفتنا هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا غدا مكرونة اسباجيتي وبانيه. هنجيب معانا طبق وفيه ملح، فلفل اسود و آه، ملح وفلفل اسود وليمون وخل ومية بصل. مية البصل معانا، بجيب البصل وبضربه في الكبة وباخد ميته معانا، واجيب علبة من الزبادي. اجيب الطبق معانا فاضي، احط فيه ملح وفلفل اسود ومية بصل وشوية من الخل، كوباية من الزبادي، ولو متوفر توم باودر وبصل باودر وزنجبيل باودر يبقى برضه لو متوفر ماشي، مش متوفر خلاص. هنجيب البانيه بتاعنا، الصدور مخلية، عايزة تقطعيها كبيرة ماشي، صغيرة ماشي. انا قطعتها كبيرة زي ما انتم شايفين في الفيديو، بس لما لقيت القطعة هتبقى كبيرة قوي فقطعتها على كذا قطعة. بعد كده هنجيب معانا خليط التغطية، بيض ودقيق، هنحط على الدقيق معلقتين من النشا، وهنجيب معانا بقسماط. ده كده خليط التغطية. بعد كده معانا المكرونة، هنجيب المكرونة وهنحط هنسلقها بشوية مية وملح وشوية من الزيت. بعد كده هنجيب بصلة، شوية من الزيت في حلة، وهنحط البهارات بتاعتنا، كمون، كزبرة، قرفة، شطة، مثلا زي البهارات الموجودة عندكم. بعد كده يا طماطم في الخلاط يا صلصة. انا بعمل الصلصة على ايديا، لو مش متوفر عندي طماطم بعمل الصلصة، لو عندي طماطم عادي برضو بضرب الطماطم. بعد كده هجيب شوية من مية سلق المكرونة واقوم حطاهم على الصلصة بتاعتنا، بيدوها طعم حلو و بتدي لها لمعة حلوة وشكل حلو. بعد كده اما الصلصة بتاعتنا تخلص نحطها على المكرونة بتاعتنا، يبقى كده المكرونة خلصت. بعد ما اجيب الحاجة بتاعت البانيه، الخلطة بتاعته، واحطها عليه، ادخله التلاجة ما يعادل ساعتين او 3. وبعد ما اعمل له التغطية بتاعته، احط القطعة في الدقيق الاول، بعد كده اوديها للبيض، وبعد ما اوديها للبيض اوديها للبقسماط. وبعد كده بعد ما اخلص الكمية معايا ادخلها التلاجة ترتاح شوية قبل القلي. بعد كده هنجيب شوية من الزيت واسخنه شوية، وما اقلبش البانيه شوية بعد ما احطه في الزيت، بعدها بشوية عشان ما تتبهدلش معانا. وده شكله.